إخوان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم غادي يكون حول التكوين الجسماني الاندومورف أو لا نوع الجسم الاندومورف. في الفيديو السابق كنت تكلمت على النوع الاكتومورف. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاندومورف. اولا، الاندومورف شنو كتعني؟ الاندومورف هي كتعني واحد النمط ديال التكوين الجسماني. هاد التكوين الجسماني يعني الشخص اللي هو اندومورف شنو وكيفاش كيكون. الشخص الاندومورف كيكون عنده كيتميز بواحد الجهاز عضلي اللي طري، الوجه ديالو كيكون مستدير، العنق ديالو كيكون قصير، الافخاذ ديالو كتكون عريضه. وكذلك الحاجه المهمه او المميزه اللي كتميز الاندومورف انه كيتمتع واحد النسبه كبيره من الدهون او بواحد النسبه كبيره من الشحم في الجسم ديالو، ما كنقولوا حنا بالدارجه فهو شخص سمين. يعني غالبا الاشخاص او لا اي واحد الجسم ديالو اندومورف او لا نسميوه مثلا شخص باطني الشكل، فالجسم ديالو يعني كيكون اكبر واكثر استداره، وكيكون عنده واحد المستويات عاليه من الدهون في الجسم ديالو. وكذلك الجسم ديالو كيميل للزياده ديال الوزن بسرعه. يعني عكس مثلا الاكتومورف عنده واحد المعدل ديال الحرق عالي، والجسم ديالو كيلقى صعوبه باش انه يزيد الوزن. الاندومورف لا، الاندومورف دغيا كيزيد في الوزن وبواحد السهوله، ما عندوش هذا المشكل هذا. وغالبا يعني الاندومورف كيكون عنده واحد الجسم اللي هو قوي وصلب، ولكن اقل عضليا مقارنه يعني بالانواع ديال الانواع الجسديه الاخرى كالاكتومورف او الميزومورف. يعني كيكون الجسم ديالو قوي وصلب، غير هو العضل ديالو ما كيكونش باين مقارنه مع الاجسام الاخرى. اذا شنو هما الكاركتيرستيك او المميزات ديال هذا الاندومورف؟ ديما الميزه الاولى النسبه اعلى من الدهون في الجسم وكتله عضليه اقل. غالبا هاد الاشخاص كيكون يعني الاندومورف كيكون اتقل واكثر استداره. يعني ماشي معنيتها ان الواحد اللي هو ثقيل واكثر استداره انه راه يعاني من السمنه، لا ماشي بالضروره. يعني الشخص سمين ما كيعنيش انه حنا كنقولوا بالدارجه الغليظ، شخص غليظ راه ماشي بالضروره كيكون كيعاني من السمنه. الحاجه الوحيده او المشكل اللي كيعاني منه الاندومورف هو مشكل التغذيه. علاش؟ لان الاندومورف غادي ديما غير كياكل كتبان فيه الماكله دغيا. يعني كيكون عنده واحد الجسم حساس لاستهلاك السعرات الحراريه. يعني ان فوا غادي يبدا ياكل السعرات الحراريه غادي يبدا يراكم ثاني الدهون في الجسم ديالو، غادي يزيد في الوزن. اذا من بعد ما شفنا التعريف ديال الاندومورف وشفنا المميزات ديالو او الكاركتيرستكس ديالو، يعني اول حاجه خص يركز على الاندومورف اللي هي الدايت او واحد الميل بلين. يعني واحد الحميه اللي خصها تكون اولا قليله من الكربوهيدرات. علاش؟ باش ما تزيدش باش ما يزيدش مثلا هذاك الدهون تزاد ليه في الجسم ديالو، وكذلك باش ما يكونش عنده داك المشكل ديال الزياده ديال الوزن. الحميه ديال الشخص الاندومورف يعني غالبا كتكون كتعتمد على اكل اللي هو صحي ويكون من مصادر متنوعه. يعني الشخص الاندومورف خصو يركز انه ياكل بروتين اكثر، دهون صحيه اكثر، وينقص يعني دائما ينقص من الكربوهيدرات. يعني يكون عنده واحد لو كارب دايت ما يكونش فيها كربوهيدرات بزاف. بالنسبه للاغذيه فدائما نركز على الفواكه، ولكن كاين بعض الانواع ديال الفواكه اللي كيكون فيها مثلا نسبه عاليه ديال الكربوهيدرات، بحال مثلا البنان خصو يعني يحيدو. يعني بعض الانواع الفواكه اللي كتكون فيها اللي كتكون فيها نسبه ديال السكر عاليه بزاف. عندنا كذلك الخضر يعني بجميع الانواع ديالها ما كاينش مشكل. عندنا الحبوب الكامله، عندنا المكسرات، عندنا الدهون الصحيه مثلا الافوكادو، عندنا من المكسرات من الحليب حتى هو. البروتين كذلك عندنا الاسماك، عندنا الدجاج، عندنا اللحوم يعني المصدر حيواني او لا مصدر نباتي. بالنسبه للاندومورف فكاين شي حوايج خص يرد لهم البال في الدايت ديالو. يعني كاين بعض المسائل اللي خصها تحيد من الدايت ديالو، مع مثلا اللحوم المصنعه.
اللحوم المصنعة كنهضروا هنا على الكاشير، المورتاديلا أولا كاع هادوك اللحوم اللي كنشوفو في السوق مصنعة، فهاديك راه ما مزياناش ليه. عندنا كذلك ما هو مقلي، مثلا الدجاج مقلي، الحوت مقلي، أي حاجة هي مقلية حتى هي خصها تحيد. عندنا كذلك المعلبات، ومنهم يعني جميع أنواع المعلبات والصوص حتى هي خصها تحيد. عندنا كذلك بعض الانواع ديال الياغورت، مثلا الياغورت اللي كيكون كامل الدسم، او بعض المشتقات الحليب اللي كتكون كامله الدسم، حتى هي من الافضل انه يحيدها من الدايت ديالو. اذا بعد ما تعرفنا على الحميه ديال اللي كتصلح للشخص الاندومورف وشنو خصو يتجنب، فندوزو للتمارين. بالنسبه للشخص الاندومورف التمارين ديالو خصها يعني الشخص الاندومورف دائما خصو يركز على التمارين اللي هي مركبه، التمارين اللي هي يعني اللي كتكون كومباوند موفمنتس، بحال مثلا السكوات، بحال مثلا الديد ليفت، بحال مثلا البوش ابس. هاد التمارين هذه اللي هي مركبه، علاش؟ لان فاش كتبغي تخدم السكوات اولا البوش ابس اولا هذا، فالجسم ديالك كامل كيشتغل. يعني هاد التمارين هذه كتطلب انها تشغل عضلات اللي هي مساعده، وعضلات اللي هي مساعده. وهنا اشنو كيوقع؟ يعني الجسم كيبذل واحد المجهود اكبر، وكتستخدم عضلات اللي هي مساعده، وهذا الشيء كامل كيعاون باش انه تماكسيميزي، يعني تزيد، يعني بالنسبه للشخص الاندومورف يزيد يكون عنده معدل الحرق ديال الكالوري اللي هو طالع. وكذلك انه هاد التمارين هذه غادي تعاونو كذلك باش انه يبني واحد لا ماس ميسكولار اللي هي مزيانه. بالنسبه كذلك عندنا مجموعه ديال التمارين الاخرى، مثلا كالدراجه الهوائيه، عندنا مثلا الجري، عندنا الركض وغيرها من الرياضات الجانبيه. يعني هاد الانشطه كامله يزيدها الشخص الاندومورف باش انه في الاخير شنو يدير؟ يكون عنده واحد المعدل ديال الحرق عالي، حرق سعرات حراريه اللي هي كثيره، باش ينزل من الوزن ديالو، يبني واحد لا ماس ميسكولار اللي هي مزيانه. اذا بخلاصه باش نلخصوا هاد يعني ما جاء في هذا الفيديو هذا، الشخص الاندومورف عندنا حنا اش كنسميوه هو الشخص اللي كيكون غالبا غليظ، الشخص اللي هو سمين، والشخص اللي غير كي غير كيكون كياكل، يعني ولو تكون السعرات اللي هي قليله، فالماكله كتبان على الجسم ديالو دغيا، كتكون عنده قابليه للزياده ديال الوزن بواحد السرعه اللي هي كبيره، وكيكون عنده قابليه انه يزيد يستوكي مثلا من الدهون في الجسم ديالو. الاندومورف كيف ما قلت في هذا الفيديو، فراه اول حاجه خصو يركز عليها هو الحميه كل ما ذكرت في هذا الفيديو هذا. وحاجه مهمه انه التمارين، يعني التمارين دائما التمارين الهوائيه راه مهمه، حتى نهضروا هنا على الكارديو، يعني على الدراجه الهوائيه، الجري، كاع التمارين اللي كتطلب واحد لي موفمون يكونوا كتار وبواحد الوتيره اللي هي سريعه. كذلك يرد البال المسائل اللي هي مثلا بالنسبه للتغذيه. يعني ان فوا غادي الشخص الاندومورف يكون غادي في واحد الريجيم اللي هو مزيان، وفي واحد التمارين اللي هي مزيانه، غادي يبدا يشوف نتائج اللي هي مزيانه. فراه ان فوا يرجع للحميه اللي كان عليها قبل، غادي يبدا يرجع ثاني يزاد في الوزن، وغادي يبدا يرجع كذلك هذيك الطبقه ديال الدهون اللي تخلص منها. اذا كان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. الى فيديو قادم ان شاء الله.